السلام عليكم، مرحبا بكم شينوكا. كنتمنى كلكم بخير وعلى خير. اليوم جوج الوصفات بالكنافه بكميه بسيطه. الكنافه تقدروا تخرجوا المالح وحلو وتزينوا المائده الرمضانيه ديالكم. انا درت هنايا الوصفه الاولى مالحه والثانيه حلوه. نبقاو مع المقادير اللي استعملت. هنا كانت عندي كميه ديال الكنافه تقريبا واحد 250 غرام حتى ل 300 غرام كاع. خرجتها من المجمد. انتم كتخرجوها من المجمد كتبقاو توركوا عليها بيديكم كتولي كلها هكذا محسته ورقيقه. نصف الكميه ديال الكنافه درتها زبده اللي هي 125 غرام زبده. درت زبده نوازيت، اللي ما كيعرفش زبده نوازيت هي الزبده كتخليوها تذوب حتى كتنشف تماما من اي سوائل فيها وكتحبس من داك الصوت ديال الطقطقه. هاد الكنافه هادي لازم تلبس بهاد الماده الدسمه كامله، ما تبقى عندنا حتى شي شويه الكنافه ناشفه. الا ما بغيتوش ديروا كميه الزبده كامله يعني زبده، تقدروا تخلطوا ما بين الزبده والزيت. المهم تلبسوا هاد الكنافه مزيان بهاد الليدام اللي استعملته. هنا انا غنستعمل هاد القوالب السيليكون، هاد المول اللي كيجي هكا ديال ميني كاب كيك. استعملوا اي مول عندكم اي شكل بغيتو. غنبدا كل حفيره كندير فيها شويه ديال الكنافه بهذا الشكل هذا. ما نعمروهاش بزاف لان باقي غنديروا فيها الحشو وباقي غنغطيوها عاوتاني بكميه اخرى ديال الكنافه. يعني غير تقريبا حتى النص. صافي نستمر هكذا حتى نعمر الحفيرات كاملين اللي عندي. وغناخد هاد الاداه اللي عندي انا ديال الخشب. تقدروا تستعملوا شي كويس صغير، معلقه اي حاجه اللي تضغطوا بها. المهم اننا كنضغطوا منها كنسويو السطح ومنها بحال كنديروا شي حفيره في الوسط، يعني الكنافه كتطلع مع الجناب ماشي مقاده نيشان حفيره. المهم ها هو الفيديو واضح. كنضغط والجنيبات راهما طالع عليهم الكنافه باش الحشو يجينا في هاد الحفيره اللي الوسط. صافي غنستمر بهاد الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. انا راه درت مول واحد فيه 11 القطعه، يعني دغيا دغيا في اخر لحظه قبل المغرب نط كنصاوبها. صافي هنا كملتهم كاملين. بالنسبه للحشو كنت درت الشوربه ديال الكروفيت وخليت منها هاد الشويه هذا على ود هاد الوصفه. كميه بسيطه ديال الكروفيت شحرته في شويه ديال الزبده، عصرت عليه شويه ديال الحامض مليحه ولا بزار، وهنا شويه ديال السبانخ اولا زيبينار تما كانوا عندي في المجمد. درت لهم شويه زيت بلديه مليحه وبزار، ما تكثروش الملح لان السبانخ مالحين. صافي وصوتيتهم هكذا حتى دبلوا. عندي شويه ديال الفرomاج غابي. يعني هنا الكميات حسب الذوق وحسب الكميه اللي غتستعملوا ديال الكنافه. غنستعمل جبن كريمي اولا فرomاج طارتيني. هذيك بهارات ديال السمك وثوم بودره. خديت هنايا بول غنخلط فيها المكونات كاملين مع بعضياتهم. درت داك السبانخ، ماشي ضروري سبانخ، تقدروا ديروا اي حاجه موجوده عندكم. حتى الكروفيت ماشي ضروري، تقدروا ديروا لا دند فومي قطع ديال الصدر ديال الدجاج كفيته اي حشو بغيتوه مالح غديروه في الداخل ديال هاد الكنافه هادي. صافي خلطت هاد المكونات. غنضيف دابا شويه ديال البهارات ديال السمك. هادو ماشي بهارات السمك، هادو بهارات ديال البسطيله ديال السمك لان معروفين ديال السمك كيكونوا حمر. غير واحد النسيمه غير باش تعطينا داك النسمه مجهده ديال الحوت. وغنضيف كذلك واحد الرشيشه خفيفه ديال الثوم بودره. الكميه اللي عندي راه غير بسيطه غير كديبه. وغنضيف واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال جبن كريمي اولا فرماج طاختيني اي نوع عندكم. لما عندكمش ديروا واحد فرماجه مثلثه اولا جوج اولا مربعه اللي موجود. كنحاولوا نجانسوا هاد المكونات مع بعضياتهم. وفي الاخير غنضيف لهم داك الجبن الاحمر المبشور اولا موتزاريلا اولا اي نوع ديال الجبن عندكم باش كيعطي داك التعليكه وسط الكنافه. صافي غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم.
هنايا راه حاولت انني نقسمهم على داك الزليفات كاع اللي كاينين، دي غاسيون هكا مقادين، لان المول فيه 11 فحاولت نقسم 11 الحصه باش هكذا يكفيوني ليهم كاملين، ماشي نعمر وحده والاخرى تبقى خاويه. غنبدا ناخذ هذا الحشو نديرو في الوسط. نحاولوا ما نطلعوش الجنيبات، يعني الحشو يكون غير في الوسط، الكنافه هي اللي طالعه في الجناب باش ما تخرجناش الكنافه اثناء الطهي. صافي غنستمر بهذه الطريقه، كندير كميه بسيطه في الوسط ديال كل قطعه ديال الكنافه. من غنساليهم كاملين غناخد عاود الكنافه اللي عندي، هنا راه ساليتهم كاملين عمرتهم. غناخد الكنافه اللي عندي وغنبدا نغطي كل قطعه بوحدها بالشعر ديال الكنافه بهذا الشكل هذا. كل وحده كنغطيها، وضروري من الضغط باش داك الكنافه اما كنضغطها هكا مزيان بيدي اولا بشي كاس ولا معلقه ولا شي حاجه، المهم كنسويو السطح وكنضغطو مزيان على داك الكنافه باش تقبط لنا في بعضياتها بهذا الشكل هذا. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نغطي داك القطع د الكنافه كاملين اللي عندي ونضغط عليهم مزيان باش يتماسكوا. هنا لا حسيتو الكنافه ديالكم ناشفه من ساليتو، ما نعرف يقدر يكون زبده تشربات ولا هذا، كتقدروا تزيدوا شي شويه ديال الزبده مذوبه هكذا من الفوق. هاد الاثناء دات الفرن كيسخن على 150 160 درجه ماكسيموم، ما ديروش العافيه مجهده باش ما يتلهبوش يطيبوا على خاطرهم. غندخلهم الفران نخليهم حتى ياخذوا داك اللون الذهبي زوين، تحمروا مزيان. وندوز دابا الكنافه الحلوه، نفس المول انا هذا السيليكون عندي منهم جوج بحال بحال. هاد الكنافه الحلوه ضفت لها واحد شويه ديال العسل الحره، هي صراحه مولفه كندير انا معلقه ديال السكر كلاصي لقيتو سالالي فعوضته بالعسل. هنا بالنسبه للحشو خديت شويه د اللوز افيلي هكا دقدقتو بيدي وغنضيف له زبده ديال لوتوس. بالنسبه للحشو الحلو حتى هو تقدروا ديروا اي نوع د المكسرات عندكم وتجمعوه شويه ديال العسل شويه ديال الكراميل لوتوس اللي موجود عندكم واي نوع ديال المكسرات. هنا غنحاول نعاود نخدم داك الكنافه مع داك شويه ديال العسل باش تلبس. ونسيت ما قلتلكمش في الاول ان هاد الكنافه ملي كنلبسها بداك الزبده نوازيت كنضيف لها واحد الرشيشه خفيفه ديال الملح لتصحيح الذوق باش ما كتجيش داك الشعر الكنافه باسل. صافي من بعد ما نلبس هاد الكنافه مزيان مع داك شويه راه درت كميه بسيطه ديال العسل نفس الطريقه اللي درت في الكنافه المالحه. غنبدا نعمر هاد الحفيرات هادو ديال المول السيليكون ونضغط بداك الاداه بحال اللي كندير حفيره في الوسط نفس الطريقه اللي درنا في الكنافه المالحه. هنا داك اللوز افيلي غنضيف له واحد جوج معالق ديال زبده اللوتوس، صراحه كتجي الروعه كتجي بنينه بزاف خطيره. وغنحاول انني بحال قلت لكم غنضيف واحد جوج معالق ديال زبده اللوتوس وغنحاول انني نجانسهم مزيان مع هاد اللوز افيلي ولا مع اي مكسرات استعملته. نحاول نخدموهم هكذا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. اسبق لي درت لكم الكنافه واحده اخرى هكذا بمكسرات ودرت لها غير الكراميل حتى هي جات غزاله. صافي وغنبدا ناخذ كميه بسيطه من هذا الحشو هذا ونديرها في الوسط ديال هاد الحفيرات هادو حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي اولا المول اللي عندي. وبنفس الطريقه اللي درنا المالح غنديروها حتى الكنافه الحلوه اننا غنغطيوها كذلك بهذا الشعر الكنافه. وطبعا كنغطيو من بعد كنضغطو عليهم كاملين باش كتقبط الكنافه على بعضياتها وكتقبط على داك الحشو اللي في الوسط. هنا ما بانش التصوير للامانه من بعد ما ساليت وضغطت عليهم زدتهم المالحه ما زدتهاش ولكن الحلوه كتبغي اللي دام كثر فزدتها شويه ديال الزبده مذوبه من الفوق زبده نوازيت زدت فوق كل وحده واحد شويه. ونفس الشيء الفرن مسخن على 150 160 درجه الفوق والتحت غندخل المول ديالي حتى
يتحمروا وياخدوا داك اللون الذهبي الزوين. هنايا بغيت غير نعتذر منكم لان هادشي صوبته قبل المغرب، فما بقى المغرب والو، كنت مفتونه بزاف. هذه الكنافه المالحه وجدات، فخديت الورقه ديال الساندويتش وقطعتها هكذا بونبورط بياس بحال شي وريضات، وغنزين بهم من الفوق. انا عند راسي راني كنسجل، وانا راه ما كنسجلش هاد اللقطه كامله من بعد ما زولتهم من المول و ودرتهم في الطبق ديال التقديم، ما تسجلاتش. هنا من بعد ما زولتهم من المول كيجيو محمرين ما شاء الله ومقرمشين بزاف. قلت لكم داك اللقطه ما تسجلاش لان صافي حطيتهم للفطور، والحلوين ما حطيتهمش الفطور، خليتهم يطيبوا على خاطرهم حتى فطرت على خاطري. عاد جبدتهم هكذا من الفران هما سخونين وسقيتهم بالعسل اولا بالقطر اولا الشيره اللي عندكم موجود. انا صراحه كنفضل العسل كيجي معلك اكثر. بحال اللي قلت لكم هادو الحلوين حتى مور الفطور عاد قديتهم وجدتهم على خاطري ودرتهم في صحن تقديم وصورتهم في خاطري وشربناهم مع كويس اتاي، جاو غزالين. ولكن للاسف كنعتذر ان المالحين ما تصورتش ديك اللقطه، ولكن على حسابي غير جربوهم راه جاو لذيذين بزاف، جاو غزالين. هادو زينتهم هكذا بالورد الطبيعي شويه ديال اللوز افيلي محمر، جاو تا هما الروعه، مقرمشين ولذيذين بداك الطعم ديال اللوتيوس ما نقولكمش كيجيو غزالين. هنا طبعا بالفطور نقدر نذوق نوريكم الداخل، كيجي داك الحشو في الوسط معلك وغزال. كنتمنى انكم تجربوا هاد جوج الوصفات لان ساهلين ماهلين صراحه وبريستيج، يعني الشكل ديالهم راقي، تحطوهم في المائده الرمضانيه لكم او للضيوف ديالكم راه كيجيو غزالين وبكميه بسيطه ديال الكنافه. والحشو ديروا اي حاجه موجوده عندكم، ما تكلفوش راسكم. ما بقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه والى ملتقى باذن الله تعالى.